البودكاست بالدارجة. اليوم بغيت نهضر معكم شوية على ميساجاتكم اللي كتصيفطوا لي واللي من خلالهم وكما قلت لكم راني كنقرا كاع ميساجاتكم واخا يكونوا طوال، كنقرا كل حرف كل كلمة وكل جملة وكنحس مزيان بها يمكن ما كنجاوبكمش لان كما قلت لكم دائما راه انا غير مؤهله انني نلقى حل لمشاكلكم الشخصيه. يمكن كنبارطاجي معكم حلول هكا في البودكاست. بالحق مني كنعرف راسي ممكن انني نعطي واحد الحل اللي ما متاكداش منه او اللي ممكن يكون الحل ديالي جاي من الباجاج اللي انا جايبه من حياتي او لا التجارب اللي انا خضتها في حياتي. دونك ممكن الحل اللي يناسبني انا ما يناسبكمش نتوما، ممكن يدير لكم مشكله لانه يعاونكم. فكنعتذر الا ما كنتش كنجاوبكم بعض المرات لان فوالا هذا هو السبب. نرجعوا لموضوعنا ديال اليوم. دائما الاسئله ديالكم الا بغيت نعطيها واحد العنوان كتكون انكم ما عارفينش تختاروا او ما عارفينش تاخذوا قرار. قبل ما نشوف مثلا المشكل اللي عندي او انني نطلب من شي حد يحل لي المشكل ديالي، عرفتوا شنو هو المشكل الحقيقي قبل ما نوصلوا واش ندير هادي ولا هادي، واش نبقى مع هذا ولا واش نتفرق معاه، واش نبدل هذا الدومين ولا نبقى فيه، واش كاين حياة كل نهار فين ما كنفيقوا من النعاس كتحطنا في اختيارات. والحاجه اللي خصكم او اللي بغيتكم تتعلموها وتفكروا فيها او تشوفوها هي المشكل الرئيسي، هو انني كيفاش نقدر ناخذ قرار او كيفاش نعرف نختار. انا عندي واحد الفلسفه في الحياه وكنظن انها قدرت تعاونني باش نبدا نختار. او بعض المرات راه حتى عدم الاختيار، بعض المرات ما كنختاروش شي حاجه كنقولوا صافي انا لا هذه تصلح لي ولا هذه تصلح لي، راه حتى هذاك اختيار. دونك فن الاختيار او القدره على انني ندير هذه او ندير هذه راهو من الاساسيات اللي خاصها تكون عندكم باش تعرفوا تكملوا في هذه الحياه. لان في اي مشكل كان بسيط او كان صعيب وتكونسيتو بقيتوا واقفين وبقيتوا كتخسروا بزاف د الوقت، كتخسروا بزاف د الانرجي، معصبين حزينين. انا كيوصلني داك الحزن اللي كيكون في لي ميساج ديالكم، وسورتو فاش كنقرا كاينين شي بعض الميساجات اللي فيهم بزاف ديال الكلمات ومادام الانسان او الانسانه خدا واحد الوقت وكتب لي واحد الميساج طويل عريض، فاكيد انه كيحس بالالم، اكيد انه كيعاني، اكيد انه كيجيني بحال الا راه غارق في واحد البحر، موجه كضربوا الموجه وكيشرب في الماء وما عارفش واش ما قادرش يعوم، واش نزيد، واش نخلي راسي نموت، واش. دونك اجي نشوف شي حد يعاوني. انا ما بغيتكمش تكونوا هكا، ابار الا كانت الامكانيات وكان فيكم شي واحد قادر انه يشوف متابع نفسي او يشوف كوتش او يشوف بسي او يشوف انا اكيده بان هذه الحاجه هذه غتعاونكم بزاف. مع انه غير بين قوسين المعالج النفسي او المتابع النفسي ما تيعطيكش الحل للمشكل، ولكن كيدير هذا الشيء اللي راني غنحاول ندير معكم دابا او كنحاول نفسر لكم دابا، هو ان كيعلمكم كيفاش تختاروا، كيفاش تثقوا في راسكم باش تختاروا. وهذه هي المهمه، انك تثق في راسك. نرجع للفلسفه اللي قلت لكم عندي، هو ان ما كاينش اختيار صح واختيار خطا، ما كاينش. وهذه يمكن وقيله قلتها في انا بودكاست، قلت لكم راه الاختيارات كامله اللي كنديروا في هذه الدنيا عندها جانب بوزيتيف وجانب نيجاتيف. اي اختيار كتختاروا، اي قرار قلتي انا هذا هو او هذه الطريق اللي غنمشي فيها، فراه ما غتكونش كلها مزيانه وما غتكونش كلها خايبه. اللي مهم قبل من هذا الشيء كامل هو داك الصوت اللي كاين لداخل عندك. داك الصوت ما تيكذبش، داك الصوت كيوريك الطريق، هذاك الصوت هو البوصله ديالك ماشي هي سمار او هي بودكاست او هو طبيب نفسي. البوصله ديالك هي داك الصوت اللي عندك لداخل اللي خاصك تثق فيه، لان احنا ما كنثقوش
ما كنتيقوش في الصوت الداخلي ديالنا. تربينا ملي كنا صغارين اننا ما نختاروش، يعني القمع يمكن اللي قمعونا فيه والدينا. اسكت انت، هذا انت باقي صغير ما عندكش حق تهضر، انت بنت ما عندكش حق تقرري، انت ما كتعرفش تختار. اختاروا غلطوا. شكون اللي قال لكم الغلط ان حاجه خايبه؟ شكون اللي قال لكم ان اختياراتكم الخاطئه ما غتعلموش منها اشياء زوينه؟ الاخطاء في الحياه وسورتو فاش كنكونوا في عمر صغير، راه هذاك هو اللي يعني الكود اللي غتعلموا به كيفاش تتعاملوا مع الناس، كيفاش تختاروا يعني شركاء الحياه المناسبين لكم. الا ما غلطتوش باش غتعرفوا، يعني باش تعرفوا شنو يصلح لكم وشنو ما يصلح لكمش. الا كانت دائما سمار هي اللي غتعطيكم الحل، سمر ممكن يكون الحل عندها كاين ولكن ربما ما يناسبكمش نتوما. ربما يعني كما قلت لكم في الاول، الباجاج اللي عندي انا ماشي هو اللي غتلقاو. يمكن نتوما تعرفوا تختاروا احسن مني، وانا اكيده ان ممكن تختاروا احسن مني، لان انسان مثلا من الناس اللي كيسمعوني في واحد لاج اللي كان صغر مني ب10 سنين، ب 15 عام، ب 20 عام، وديجا يعني كيقلبوا يسمعنا هادشي، بديت كنقلب عليه وكنسمعو وكنعرفو. يعني وانا كبيره في العمر، ما كنتش انا براسي في سن صغيره كنت كنضرب راسي مع الحيوط، ما فاهماش اصلا. كنخلي الناس هما اللي كيختاروا لي، خوتي، والديا، راجلي، يمكن داكشي اللي كنسمع في التلفازه. كان مجرد انني نختار هادي ولا هادي، كنقول شكون تكوني انت اصلا باش تعرفي تختاري؟ اكيد غتختاري الحاجه غتكون غلطه، لان هادشي اللي قالوا لي با ومي ملي كنت صغيره. كانوا كيقولوا لي انت ما عمرك غتطفري. كثرة الهم كتضحك. عادي، يعني عادي. شتي كلما خديتو ديك الفكره ديال ان الخطا راه ماشي بالمفهوم اللي يعني ربونا عليه الناس الكبار، ديال راه لا غلطتي راه سي لا فان دو موند. انا ما كنشوفوش بهذه الطريقه. انا كنشوف الخطا هو انه تجربه، والالم اللي كيكون في وسط داك الخطا الا عرفنا ناخذ منه الدرس وعرفنا نتعلموا منه، يعني علاش غلطنا هكاك، فراه خطوه هذه كبيره كنزيدوها للقدام، ماشي مشاغيه. دونك ما تضيعوش بزاف الوقت وتبقاو واقفين في واحد البلاصه باش تقولوا واش نكمل مع هذا الشخص ولا ما نكملش معاه. اسمعوا لذاك الصوت اللي كيقول لكم لا انا ما بقيتش قادر نكمل في هذه العلاقه، صافي اسمعوا ليه، هذاك هو اللي كيوجهكم. كما قلت لكم هذيك هي البوصله. اما يعني الحلول الجاهزه او يعني الطريقه اللي ممكن يعطيكم واحد اخر، نصيحه اللي ممكن يعطيكم واحد اخر، تصلح ليه هو ما تصلح لكمش نتوما. بحال الشكل مثلا ديال، يعني نعطيكم تشبيه بسيط. كنكونوا بعض المرات مرضنا بشي مرض، يعني كما بغاو يكون كناخذ واحد الدواء كيخرجوا لنا الطبيب لان مشينا شفناه وهضرنا معاه وعطيناه الاعراض وشافناه هو وشخصنا. من الاخطاء اللي كنا كنديروها ويمكن باقي الناس لحد الان كيديروها، هو ان شي واحد اخر في الدار، مثلا خوك ولا اختك ولا يعني كيكون عنده تقريبا واحد العرض ولا جوج كيشبهوا لديك الاعراض ديالك، فكياخذ داك الدواء. هذا خطا كبير. يعني انت ماشي طبيب باش تعرف تشخص حالتك، ويمكن هذاك الدواء يصلح لذاك الانسان ما يصلح لكش انت. كاين بزاف د الادويه، مثلا نعطيكم ادويه يعني ديال الاكتئاب، ممكن واحد ياخذ دواء ويناسبه ويردو مزيان ويعاونوا انه يعني يطلع المورال. واحد اخر الا خداه يعني كيديبريما، كيزيد يهبط، كيبغي غير يناس. يعني الاجساد ديالنا مختلفه، تجاربنا في الحياه مختلفه، عقليتنا مختلفه، جيناتنا مختلفه. يمكن كنتشابهوا في بزاف ديال الحوايج، ولكن كل واحد فينا عنده واحد البصمه ديالك، ديال يديك او عينيك. ما كاينش واحد اخر في هذا الكوكب عنده بحالها. دونك علاش باغيين نديرو كوبي كولي من الاخر؟ علاش كتشوفوا اصلا الاخر، سواء انا او لا اي واحد في الدنيا، عنده الحل اللي نتوما ما قدرتوش تعرفوا؟ علاش كتعاملوا مع راسكم بهذا الانتقاص هذا؟ كيبقى فيا الحال كنقول يمكن تربينا بداك الجمله ديال اللي فاتك بليله فاتك بحيله. بالحق لا الجمله غلطه، هذه الجمله غلطه. يعني كناخذوا بعض المرات الاشياء باستسهال يعني ببساطه، ولكن هي ممكن توصلنا لواحد الكارثه. هذاك اللي كتشوفه انت من برا عايش مزيان وراه ما عرفت ديما كيضحك، ويمكن كتشوفوني اولا كتسمعوني في لي بودكاست وانا كنضحك وانا ناشطه وانا بالحق. حتى انا عندي دي ماما اللي
اللي ما كنقدرش نوض فيهم من الفراش، اللي ما كنعرفش، اللي كنبقى نقول انا شنو ندير دابا هنا، ما عارفاش شنو ندير. يمكن انا لقيت واحد يعني طرق باش نعاون بها راسي. يمكن واحد الفتره كنت محتاجه، كما كنقول لكم كل بودكاست، كنت محتاجه واحد المتابعه نفسيه. يمكن وصلت في واحد الفتره انني صافي ما بقيتش قاده نجيري لا ديبرسيون ديالي، وليت كناخذ يعني دي ميديكامون باش يعاونوني. قريت بزاف ديال الكتب، كنت كنحاول نفهم المشاعر ديالي، تصنت ضلوعي كما كيقولوا، تصنت القلب اش كيقول، تصنت لروحي شنو باغا، شنو كيعجبها، فاش كترتاح. جرب تغلط، تختاري تغلط. شحال من مرة أنا غلطت في حياتي، شحال من اختيار خديته غلط في حياتي، شحال من خدمة جربت خدمتها وما عجبتنيش وضيعت فيها وقت وضيعت فيها مجهود، شحال من علاقة دخلت فيها وانفستيت فيها فلوس، جهد، حب، طاقة، وفي الآخر شفتها ما مثلكانيش، ولا عايشة فيها يعني بواحد الألم أكثر من الاشياء الزوينه. وقررت انني صافي نسالي. دائما فاش كندخلوا في شي حاجه ومن حقنا اننا نغلطوا فيها، من حقنا اننا نسمحوا فيها ونبداو من جديد. صافي يعني هي خذوها بهذه البساطه. من حقكم انكم يعني تغلطوا، ومنين تبغيو تختاروا، سمعوا لقلبكم، سمعوا لروحكم، راها كتهدر. راه يعني غير الضجيج اللي نتوما عايشين فيه ديال ما نعرف ديال الدنيا ومشاكلها، الخدمه، القرايه، صحاب، مزيكا، سيكس، كاين بزاف ديال الاشياء كنلاهيو بها راسنا باش ما نجلسوش. كاين اللي كيخاف يجلس مع راسو، كاين اللي كيخاف يبقى بوحدو، كاين اللي كيقدرش. انا كنت دايره هكا، كنت ما يمكنش انا داري تكون خاويه، خصني يكون عندي البلباله. عاد من بعد فهمت انني كنقمع داك الصوت الداخلي ديالي اللي باغي يعيش حياة كتشبه له، حيت بغيت ندير بحال فلان، حيت بغيت ندير بحال فلتانه، حيت هذا هو البوست اللي غيقولوا عليا واو سمر واعره، حيت هذا هو اللباس اللي يقولوا عليا واو سمر زوينه، حيت هذا هو مثلا العلاقه اللي خصني نكون فيها ويقولوا عندها صوت واعر. وبقيت كنقمع راسي، كنقمعني حتى واحد النهار ما بقيتش قاده. الكور ديالي قال لي جلسي الارض. دونك كنعرف شنو كتعاني، وكنعرف شنو كتحسوا، كنفهم وكنحس بالمعاناه ديالكم. داكشي اش كنقول لكم، ما تضيعوش الوقت. الحياه ماشي طويله باش نبقى انا واقفه كنقول هاد الساط واش نبقى معاه، واش نرجع له ولا ما نرجع. صافي حسيتي براسك سافا ما موفرلكش داكشي اللي انت باغاه، ويعني لي ستاندار ديالك خص يكونوا عندك اصلا دي ستاندار في العلاقه. خاص يكون عندك تشدي ورقه وستيلو وتكتبي انا شنو بغيت في الراجل اللي باغي نكمل معاه حياتي، 1 2 3. فوالا كتبي شنو بغيتي. هذاك الراجل اللي انت معاه دابا، شوفي واحد البورسونتاج، واش كيعطيك 50% من داكشي اللي انت محتاجه، واش عطيك 60%، واش عطيك 10%. وشوفي حددي انت واش هذاك 10% اللي عطيك واش مناسبه لك، واش مريحاك، والاهم واش تقدري تكملي معاه بها، ويعني غير بهذيك 10%. دونك الا كان الجواب لا، ما تكمليش، ما تحتاجيش تجي تسوليني انا ولا تسولي شي حد اخر. الجواب راه عندك، والحل راه عندك، والاختيار راه واضح. كنتمنى ان يعني الميساج ديالي يكون وصلكم، كنتمنى انكم تفهموا شنو بغيتوا اولا شنو بغيت نقول لكم. الاختيارات او فن الاختيار راه كنترينيو عليه، وإلا ما للاسف ما عطاوهناش والدينا ملي كنا صغارين، ما علموناش ملي كنا يعني باقيين يلاه بادين نابتين في الحياه اننا نختاروا واش نلبسوا سروال ولا نلبسوا اون روب، ولا كاينين يعني اشياء بسيطه اللي ممكن والدينا غير بالفن بشويه ديال الذكاء يعطيونا يعني واحد الفرصه باش نختاروا. ما كنعرفوش كنكبروا ما كنكونوش عارفين يعني حتى الفلوس نجريوها. ما تعلمناش ملي كنا صغيرين ان يكون عندنا مصروف ديالنا، حنا اللي نخسروه او حنا اللي نتعاملوا معاه، واخا يكون واحد لاصوم صغيره، ولكن كتعلم، كتفهم القيمه ديال مثلا الفلوس، كتعرف شنو هي انني نجمع شويه ديال الفلوس واخا تكون شي حاجه بسيطه. كتعلم انك مثلا والديك يسولوك يقول لك راه انت اللي غتختار شنو غتلبس، اولا انت اللي غتختار الديكور ما عرفت ديال بيتك. هذا الا كان عندك طبعا بيت. ما كنعرفوش ملي كنا صغارين نتعلموا نختاروا التوجه ديال القرايه ديالنا، لان هادو هما القرارات اللي
من بعد كنوليو نعرفوا اولا ديك العضله ولا ديك سميوها عضله الا بغيتو تقولوا ديال الاختيار كتولي لنا قويه. ملي كنختاروا نعاودوا نختاروا كنتعلموا بان في هذه الحياه كاين اخطاء، وكنتعلموا يعني انا شنو وصلني لهاد الدرجه هذه اللي يمكن كتعجبكم نتوما، يمكن كتشوفوني انسانه شخصيتي قويه، كتشوفوني انسانه قادره ناخذ قرار، يعني يمكن وصلت لواحد الدرجه انني نقدر نعطيكم نصائح ولو بسيطه. راه الاخطاء اللي درت في حياتي هما اللي وصلوني لهذا الشيء، راه قراراتي الخطا اللي درت في حياتي راه هما اللي وصلوني لهذا الشيء. اما كنت كندير كل شيء صحيح يعني ما كنحتاجش انني نتالم اولا نمر بتجربه صعيبه ونعرف نخرج منها، راه الدماغ ديالكم دماغ يعني نهضروا على الاشياء اللي ملموسه اللي ماديه بلا ما نهضروا على النفسيه والمشاعر. دماغكم كل يعني مشكله كتلقاو لها حل، راه خلايا كتكريا كتدار كتصاوب كتكون جديده. تخيلوا في كل مشكله خرجتوا منها شحال من خليه جديده اولا يعني فوالا شحال من خليه جديده تكريات. الذكاء ديالكم كيكبر، يعني القدره ديالكم على الاختيار كتولي سهله، كتولي يعني شحال مره كنطيح انا في شي حاجه هكا صعيبه وتنقول بون انا غنمشي في هاد الطريق مسلكاتني هو هذاك، ما سلكاتنيش نولي ندير ستوب ولا نرجع عادي. شنو وقع لي؟ نبكي واحد شويه، يمكن نستريس واحد شويه، نكتئب واحد شويه، نعطي لراسي فرصه انني نخرج دوك لي سنتيمون نيجاتيف وديك الغبينه ديال عادي انكم تغبنوا غلطتوا وتبكيو وتقولوا علاش عليا ما كانش عليا ندير هكا في الاول. لا، هذيك هي الطريق اللي كان خاصك تمشي فيها. ربما كون مشيتي في الطريق الاخرى كانت ممكن تكون كفس. شوفوها بهذه الطريقه هذه. الحاصل الحلقه ديال اليوم سالت، كنتمنى انني كنت خفيفه ظريفه عليكم. كانت معكم سمر من بودكاست بالدارجه.